سكوت، تصوير، أكشن، مصطلحات لنا بالعادة أن نستمع إليها على بلاطوهات التصوير السينمائي. التصوير السينمائي، الإنتاج السينمائي، النقد الصحفي السينمائي، المهرجانات السينمائية وغيرها. موضوع هذا العدد من بعيون الشباب. أهلا بكم عبر الشبابية التلفزيوني الجزائري. هذه السهرة ستكون سينمائية، ستكون فن سابع مع من يصنعون، يكتبون، يلحنون، يوزعون وكذا ينتقدون كل ما هو سينمائي. مهرجانات حاضرة وإيانا في هذا المساء. السينما والفن السابع بعيون الشباب. بعد إدراكهم لأهمية الصورة كأداة فعالة في إقناع الرأي العام بقضية الجزائر أثناء الثورة التحريرية، ها هي السينما الجزائرية تنطلق لتخطو خطواتها الأولى مع اندلاع الحرب. فرق من جيش التحرير الوطني تنظم إدارة سينمائية عسكرية لتنتج أفلاما تسجيلية تحكي واقع الجزائريين آنذاك. مجاهدون سينمائيون صوروا لقطات تاريخية بمساندة مؤيدين فرنسيين أمثال المخرج الفرنسي روني فوتي. السينما ساهمت في تلك الفترة بقدر كبير في نقل واقع الثورة إلى الرأي العام العالمي بالصوت والصورة. نغير على نفوسنا. درك يجي صادق يدينا بالكاميون تاع الزبل، انت تهبط الاولاني وانت دير البومبا وين نقول لك وترجع لهنا بالخف. يلزم ترد بالك مليح كي ترجع. ومن بعد حسيبه بعدها محمود. معركة الجزائر لبطي دلجي إبداع العصر آنذاك، أنتج العام 1966 على يد المخرج الإيطالي جيليو بورتيكورفو. حبسوا شوفوا فيه مليح من الفوق، كل شيء يتبدل في القصبة. شوفوا فيه مليح. مشاهد ظلت راسخة في أذهان الجزائريين. مصطفى بديع يحذو حذو المدرسة السينمائية الجزائرية، فيتخذ حرب التحرير كمادة ليبدع في إخراج فيلمه الليل يخاف من الشمس. على بني هزوه العسكر وماذا بيا نشوفوا وين راه. استناي وصبري. يصنف ضمن أبرز الإبداعات السينمائية في الجزائر. ريح الأوراس لمحمد الأخضر حمينة يتوج بجائزة الكاميرا الذهبية بمهرجان كان. نجاح آخر يوقعه السينمائي حمينة في سجل المهرجانات الدولية. وقائع سنين الجمر ينال هذه المرة جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1975. تميزت بالديناميكية الاجتماعية. أفلام مرحلة السبعينيات رسمت منعرجاً هاماً في تاريخ السينما الجزائرية. يا ربي أيما كيف ندير. تنتج أفلام ويذيع صيتها عربياً وعالمياً بمشاهد أثرت على الرأي العام واستقطبت احترام وإعجاب النقاد. ما تلفتش عليك، ما توقف. عنوانه زاد، فيلم من إنتاج مؤسسة الكايك الوطنية وإخراج سينمائي اليوناني كوستا غافراس.
عدسة كاميرا السينما تغير وجهتها لتنصب حول الواقع الجزائري وتحاكي تناقضاته بإصدار فيلم عمر قتلاتو عام 1976 للمخرج المخضرم مرزاق علواش، والذي اعتبره النقاد بداية لسينما جديدة. راني نقول كريتي ادوار اتزرقت لك ما ريتيش انا راني سربيس ما كان لا سربيس لا والو بوليس ريتي. الكوميديا اقتحمت هي الأخرى سينما تلك الفترة من خلال فيلم عطلة المفتش الطاهر لموسى حداد. روبو الي روح تربح عاود انت لابرانتي نتاعو هذاك. نعم الي بداي تمشي. وصفها الملاحظون بالأكثر حرية في تاريخ السينما، جسدت فيها أفلام مميزة كالفيلم الملحمي الشيخ بوعمامة. L'Oranais avant la guerre était mon ami et j'espère qu'il le restera. أعمال هذا الجيل الجديد المفعم بحب العمل السينمائي والشغوف بتجربة الآخر مؤشرات سينمائية تبعث على التفاؤل. السينما حديث هذا المساء في بعيون الشباب، هذا البرنامج المناسباتي الذي يعنى بتسليط الضوء على كل ما يميز الأحداث بين العالمية المحلية الوطنية أقول منها والدينية كذلك، وحديث يكون دائما يصب في إطار اهتمامات الشباب ومن ممكن المواضيع اللي تهم الشباب وتعرف تسليط ضوء كبير خاصة في السنوات الأخيرة بعد جائحة كورونا وعودة الانتعاش السينمائي والثقافي ومختلف ممكن المواعيد الثقافية التي اعتاد عليها عشاق الثقافة بشكل عام ومنها عشاق السينما كذلك. الحديث هذا المساء سيكون عن هذا الفني السابع، واسمحوا لي أن أرحب في هذا المساء بكل من السيد عبد الرؤوف بن أحمد مخرج ومدير فني للمهرجان السينمائي، سيدي محمد بن عودة للفيلم الوثائقي. نقول لك مساء الخير ومرحبا بك معنا. مرحبا بكم، شكرا على الدعوة وإن شاء الله تكون حصة ممتعة وسهرة ممتعة إن شاء الله. إن شاء الله أكيد راح تكون ممتعة بوجودكم معنا وبمشاركتكم معنا في هذا البرنامج من خلال هذا العدد. إذا قلنا المهرجان فيلم وثائقي اللي عاشته ولاية غليزان في طبعة دولية، أكيد محافظ المهرجان أيضا حاضر ويانا السيد عبد القادر واضح. نقول لك مساء الخير كمحافظ المهرجان ومساء الخير كمنتج أيضا في المجال السينمائي. شكرا سي يوسف، ونشكر القناة الشبابية على هذه الدعوة وإتاحة لنا فرصة من أجل للقاء الجمهور تاعنا والمشاهدين الكرام إن شاء الله. إن شاء الله نعاودوا نعيشوها ممكن الأجواء اللي عشناها في ولاية غليزان اللي عاشت عرس سينمائي بامتياز، أكيد من خلال المشاركة الدولية لعدة أفلام بين التصنيفات المختلفة بين الفيلم الروائي الوثائقي الطويل والقصير كذلك. إذا قلنا فيلم نقولوا أيضا الموسيقى المصاحبة والتلحين ممكن والتوزيع والتنسيق الموسيقي، وهذا من خلال حضور هو اصغر واحد هنا في البلاطو ها شوش عبد الحق حاضر ويانا. مساء الخير عبد الحق. شكرا على هذه الفرصه، شكرا على هذه الدعوه، وان شاء الله تكون الحصه ممتعه ان شاء الله. سيت ان بليزير ان شاء الله. اكيد حنحاولوا انه ولو بشكل بسيط نحاولوا انه نسهلوا للمشاهد الكريم انه يفهم ممكن المهنه الخاصه بالتنسيق الموسيقي بالتوزيع الموسيقي السينمائي والتاليف ايضا السينمائي. كي نقولوا السينما نقولوا موسيقى، نقولوا اخراج، نقولوا كتابه سيناريو، نقولوا تصوير، اضاءه، ممكن عدة مهن ترتبط بالسينما. من بين المهن أيضا التي ترتبط بالسينما لكنها خارجة عن السينما، لأنه ممكن هذه المهنة هي من تجعل العمل السينمائي ولو أنه العديد من الناس تشوفها بالجانب السلبي، لكن تجعل من السينما تنتعش وتجعل من السينما تتقدم دائما، وهذا من خلال النقد الصحفي السينمائي اللي حضر معنا في هذا المساء الأخ والصديق والزميل أيضا فيصل الشيباني اللي حضر ويانا اليوم. ما حشكون في ترافلينج راك في عيون الشباب. مساء الخير يوسف، مساء الخير لكل مشاهدي برنامج بعيون الشباب ولكل مشاهدي قناة الشبابية، القناة التي فيها روح، يعني القناة روح الشباب التي يشاهدها أعتقد غالبية الشباب الجزائري، هي إضافة نوعية لباقة قنوات التلفزيون الجزائري،
وان شاء الله نكونوا خفاف على على المشاهدين ان شاء الله. لانه هذا البرنامج في كل مره ناخذوا موضوع، ناخذوا ملف ممكن نتناقشوا فيه، اما يكون ملف مناسباتي يرتبط بمناسبه معينه، او اذا لم يكن هنالك حدث فنحن من نصنع الحدث ونتحدث في هذه المواضيع. وحبينا انه لما لا الحديث هذا المساء يكون عن السينما، يكون عن الانتاجات السينمائيه، يكون عن دور السينما اليوم كيف هي، هل تعرف اقبال ما تعرفش اقبال، وغيرها من المواضيع الاخرى. بدءا ببدء ممكن لو نتحدثوا على السينما نتحدثوا على من يوقع كل فيلم سينمائي. لما احنا نشوفوا الفيلم نشوفوا ممكن دائما نحوسوا شكون البطل، شكون البطله، وشكون اخرج الفيلم. كانه شيء مهم، ماشي كانه، انما بالنسبه لنا احنا كمشاهدين، كعشاق سينما، كمتابعين للصناعه السينمائيه، شيء مهم جدا. لما نتحدثوا على الاخراج السينمائي، عبد الرؤوف بن احمد انت من بين المخرجين الشباب في الجزائر، اختيارك ممكن لهذا الصنف من الاخراج، لانه يعني الاخراج احنا في التلفزيون عندنا الاخراج التلفزيوني على سبيل المثال، في السينما ممكن ايضا كاين اصناف من المخرجين وانواع من المخرجين كذلك. عبد الرؤوف، لماذا الإخراج؟ الإخراج بطبيعة الحال هو أولا شغف وطريقة لحكي القصص. الكاتب يختار القلم لحكاية قصصه، أما المخرج بالتعريف بمفهومه العربي إخراج الفكرة من العقل إلى الواقع أو الحكاية عن طريق بالطريقة الفيلمية. الحكاية مع هذا الشغف ربما من أيام الإكمالية، يعني من وقت المدرسة، وحلم بدينا فيه بكري وشيئا فشيء تطور حتى وصلنا إلى جمعية الزيتونة. معناته هذا المسار أو هذا التخصص يتطلب منك فن الإدارة، وأنك تكون في الاسبري تاعك تتمتع بالمهارات الفنية والقيادية اللي تقدر تقود بها كامل الجوق العمل. وهو مسؤوليه معناتها حتى في التعريفات كي نجوا نشوفوا في التعريف الفرنسي او التعريف الانجليزي او التعريف العربي، يبقى المفهوم التقاطع المفاهيم الثلاث. الانجليزي يشوف فيه اداره دايركتورينغ، الفرنسي يشوف فيها رياليزاسيون انشاء، والمفهوم العربي هو اخراج الفكره. معناتها لو كان نديروا نقطه تقاطع، هذه مهمه المخرج. أكيد هو من يقود هذا الفريق نحو ممكن ضفة النجاح، ضفة إخراج هذا الفيلم إلى العلن على شاشة عملاقة أمام جمهور كذلك. ونظن أنه مسؤولية كما قلت هي مسؤولية كبيرة، لأنه فيصل بالك في احتكاك مع المخرجين تشوف أنه المخرج اليوم أصبح، إذا كان سابقا نوعا ما الإخراج عصامي ممكن مع الميدان والتدريب الدائم والاحتكاك الدائم ممكن بأهل الاختصاص، في بعض المخرجين أصبحوا مخرجين ومسوا هذه المهنة، لكن الآن أصبح هناك مدارس متخصصة، أصبح هناك علم متخصص قائم بحد ذاته يتعلق بالإخراج السينمائي على سبيل المثال، خاصة في عهد التقنية. يوسف، من بين أهم المخرجين ربما تارانتينو هو مخرج عصامي تكون يعني بنفسه، ولكن غالبية المخرجين يعني في العالم نالوا هذا التكوين، يعني التكوين الأكاديمي. هناك مدارس كبيرة في السينما تدرجوا حتى أصبحوا مخرجين. هذا ربما لا يلغي، يجب أن تكون موهبة، يعني في الأساس التقنية وحدها لا تكفي، مثل مهنتنا يعني مثل الصحافة. الجامعة تخرج ربما 3000 طالب سنويا، ولكن في النهاية تلقى 10 أو 20 صحفي فقط هم الذين ينجحون ويتخذون المسار المهني. ممكن التكوين مهم جدا يعني في كل مناحي، وحتى في السينما كذلك، خاصة في عهد التقنية. اليوم كاين كاميرا، غدوة كاين كاميرا واحدة أخرى، وحتى مش فقط هذاك التكوين ل4 سنوات أو 5 سنوات. يعني دائما المخرج والممثل والسيناريست والمؤلف الموسيقي بما أنه موجود هنا دائما يبقى يتكون يعني على مدار السنوات، لأنه دائما هناك شيء جديد وهناك مدارس. يعني إذا بدينا مثلا تحدثنا عن السينما الإيطالية، هناك الواقعية في السينما الإيطالية، بعدها الواقعية الجديدة في السينما، بعدها ظهرت السينما المستقلة، بعدها ظهرت مدارس أخرى في الموجة الجديدة في السينما العالمية. بالتالي دائما هناك أشياء جديدة تدفع هذا التقني أو هذا المخرج لتعلم أشياء جديدة، لتعلم طرق جديدة في هذا المجال السينمائي الواسع. أكيد كما قلت هو مجال واسع، هو بحر بالنسبة طبعا. لو تحدثنا من الجانب الفني، لأنه في كل مرة نشوفوا أشياء جديدة، نشوفوا تقنيات جديدة كما قلت، مهارات جديدة ممكن في جانب الإخراج وغيرها. كي نقولوا الإخراج نقولوا أفلام، كي نقولوا الأفلام نقولوا الإنتاج كذلك. طبعا. الإنتاج اللي اليوم
نقدر نقولوا انه عاود عرف انتعاش خاصه بعد توقف يعني سنوات. حتى الانتاج يوسف ولا علم يدرس، يعني حتى المنتج الان يدرس كيف يصير منتج تلفزيوني ولا منتج سينمائي، يدرس يعني في المعهد. يكون عندك يعني مبلغ مالي تقدر انك تستثمر به. لا ولا ما ولا لانه هناك خطوات، هناك انتاج، ومن بعدها هناك توزيع، ومن بعد هناك تسويق، ومن بعد هناك شبكة علاقات، هناك لوبيات. كيف تنتج الفيلم، يعني الخطوات الأولى، ومن بعد كيف توزع الفيلم، ومن بعد كيف تتحصل على المنح من أجل إنتاج هذا الفيلم. هذه كل الخطوات هذه أصبحت تدرس في أكبر المعاهد السينمائية في العالم. بالفعل فيصل، ما أنه حاضر معنا أستاذ عبد القادر، أنت حنخرجوك شوية من محافظة المهرجان، نحكيو شوية على الإنتاج بعدها نرجعوا للمهرجان. بالنسبة للإنتاج أنت كمنتج اليوم، نشوف باللي كاين بزاف منتجين يقول لك أنا بالنسبة لي الإنتاج يمس ممكن أشياء نوعا ما إنتاجات تكون خفيفة، انتاجات تكون صالحه للبث التلفزيوني، صالحه لما لا. كاين بعض المنتجين حاليا نشوفوهم اتجهوا للبث الرقمي بالنسبه للويب وغيرها المنصات. يعطيك الصحه فيصل. لكن انه الواحد يكون منتج في الجانب السينمائي هذا شيء نوعا ما مغامره يخطوها يعني المنتج. اكيد شوف هذه هي اخراج او انتاج فيلم هو عمل متكامل، ودور المنتج له دور كبير، وهو مسؤول على تنفيذ رؤية مؤسسة الإنتاج، لأنه المخرج أكيد هو متحرر في الإخراج، ولكن مرتبط كذلك بالرؤية التي من خلالها صاحب التموين أو صاحب المؤسسة الإنتاجية واش راه حاب من هذا الفيلم. وصراحة لو يكون منتج في المستوى، لأنه احنا في نهضروا على ولاية غليزان أكيد الحمد لله استطعنا تكوين فريق، لأنه كانت ربما محاولات فردية، مؤلف موسيقى يعمل وحده، مخرج يعمل وحده، مصور يعمل وحده. حنا واش درنا؟ جمعنا كاع هاد الطاقات الشبانية وصنعنا وعملنا في خلال المؤسسة اللي هي جمعية الزيتونة الثقافية المتخصص السينمائي، جمعناهم كلهم، كل المبدعين، كل الشباب المبدع جمعناهم وعملنا على شيء اللي هو الفكرة العمل الجماعي. هذا الفكر اللي راه خاص شبابنا اليوم في الجزائر، هو لازم ناخذها بفكره فريق كره قدم، لانه ما يمكنش في فريق كره قدم لاعب يدير نتيجه لو ما يكونش عامل متكامل. خاص حارس مرمى اللي يجيب حارس مرمى، خاص بهذا المنظور وكل واحد ينجح في التخصص ديالو. وكذلك الا اذا كنت مارادونا او ميسي اكيد. وبالتالي احنا من خلال العمل المحترف، مثلا المخرج عبد الرؤوف راه حاضر معايا اليوم، يقول لي جيب لي هذه، ما يحبش يفهم هو. هنا يدخل الدور تاعي بحث على الموارد كذلك، واستغلال الموارد الماليه، الموارد المائيه اللي هي ضئيله جدا، كيفيه تسييرها من اجل باحسن وخاصه في الانتاجات السينمائيه، لانه الانتاج السينمائي يوسف انا برك سامحني نضيف نضيف فقط حاجه. تفضل الانتاج السينمائي تسمح لي فيصل، يعني يحتاج الى ظرف مالي نوعا ما يكون كبير مقارنه بالانتاجات الاخرى. بالحديث كي قال لك المنتج كيقولوا المخرج يصر على الطلب تاعو. في فيلم العائد ذا ريفننت للمخرج المكسيكي اليخاندرو إناريتو، بقى 8 أشهر من أجل تسجيل مشهد واحد فقط، باش يسجل مشهد واحد باش يصور هذاك المشهد بقى 8 أشهر. وعلى جالو طارد المنتج، كان منتج منفذ في الفيلم من اجل هذاك المشهد، قال له ما نصوروش حتى توفر لي هذيك الاضاءه الطبيعيه. المنتج قال له خلا انت راح تكلفني وبزاف امور ومنا، تخلى على هذاك المنتج من اجل المشهد. بالتالي هنا المخرج هو قال لك المخرج يطلب لي هذه الاشياء، اذا ما وفرتهالوش يعني يصر على هذا المشهد. وهنا هذا هو الفن الحقيقي، يعني يريد هذا الشيء، راح يتعب المنتج ولكن في النهايه النتيجه تكون عمل يكون عمل محترف. بالضبط، هذه الفكره. لانه لو تسمح لي استاذ في نفس النقطه، لانه المشهد هو مشهد نقدر نقول عليه قار في هذا العمل السينمائي اولا. ثانيا يمكن ان يكون هذا المشهد هو المنعرج بالنسبه للفيلم، مهم جدا، مهم جدا، الدروه في الفيلم. وثالثا هذا اللي يخلي ممكن الافلام السينمائيه تعيش لسنوات ولسنوات. فعلا. كاين افلام سينمائيه كانت يعني انتاجها سنوات السبعينيات او الثمانينيات، في بعض الاحيان قبل يعني سنوات الخمسينيات، لليوم نعتبرها احنا شي دوفغ في السينما، ولان فيها تفاصيل. هذه التفاصيل صغيره ولكن في النهايه هي مهمه. مشهد واحد في الفيلم
هو تفصيل مهم جدا، هو اللي ممكن يبقى راسخ في ذهن كل الاجيال يعني التي تاتي بالفعل. بعد ذلك، لانه الاشياء ممكن التفصيليه او الثانويه هي التي تصنع الاختلاف بين العمل والعمل فعلا الاخر كذلك. تفضل استاذ. احنا مثال عندنا في سنه 2022 انتاج فيلمين طويلين في الوثائقي. قبل كانت عندنا تجارب في الافلام القصيره سواء روائيه او وثائقي، ولكن المره 2022 راه عندنا انتاج فيلمين وثائقيين طويلين اللي هو غليزان من الاعلى، وهذه ثاني كذلك تجربه ما هي سهله انك تصوير التحليق اللي حاول يطرق لها المخرج عبد الرؤوف، تحليق 100 ساعه وكيفاش توفرنا ولي زوتوريزاسيون، لانه دخلنا ربما مناطق في داخل الغابات كانت مشات معنا مؤسسات الادارات كاع مشات الحمد لله، هما مشكورين السلطات المحليه في ولايه غليزان اللي مشاو معنا، والحلم تاعنا اللي كان الحلم تاعنا مشاو معنا به، امنوا بنا. مادام المسؤول كيامن بهذا الشباب، هذا هو الشيء اللي انا نبحث عليه وننادوا من اجله. دير ثقه في الشباب وخليهم يعملوا، تشوف العجب المعجب. الفيلم الثاني اللي هو وعد سيدي محمد بن عوده مثلا، المخرج طواهري علي بمساعده بو اسماعيل، كانوا يحاولوا انه الفيلم سيكون كاول تجربه او كاول فيلم وثائقي ربما يتحط في المنصه العالميه معروفه. لازم لي قال التجهيزات الفلانيه، الكاميرا الفلانيه، الكاميرا لانه فيه معايير، احترام المعايير، وبالتالي هو يطلب منك كراءها هذا الشيء احنا معناها اللي بغيت نقولها لك في الافلام اللي ننتجوا فيها في عمل محترف، في عمل الحمد لله. اكيد، والاحتراف هو المطلوب حاليا، خاصة لما نتحدثوا على منصات عالمية على سبيل المثال، نتحدثوا حتى يعني المشاهد البسيط أو المتابع البسيط بالنسبة لعشاق السينما ولا للسينيفيل اليوم ولاو نقدروا نقولوا اكزيجون بزاف يعني، لأنه ولا عندهم ذوق جد عالي ورؤية نقدية قبل ما يقراوا النقاد شو بيقولوا، عند حتى هما كمشاهدين في قاعة السينما ولا يعرف بين هذا الفيلم مليح ولا ماشي مليح، إضاءة هذا الفيلم، مونتاج هذا الفيلم وغيرها من الأشياء الأخرى. نقولوا احنا اللغه السينمائيه. بالفعل. هذه اللغه السينمائيه الحمد لله مع المرحوم احمد سعيدي رئيس الجمعيه السابق عملنا عليها في سنوات من 2013 14، وكانت عندنا عروض في ولايه غليزان، جاوا مخرجين معروفين هنا في الجزائر حضروا معنا عروض لافلامهم، اندهشوا من مستوى اللغه السينمائيه وعجبتهم، لانه الانسان كيجي يعرض الفيلم تاعو، هذا المخرج يجي يعرض الفيلم تاعو وما يلقاش التجاوب وما يلقاش هذاك كما قال النقد وهذيك اللي ديبه، ما يحس وكانه تلعب قبل بدون جمهور. كي يكون الجمهور المثقف اللي يحسن اللغه السينمائيه هو اللي يزيدك هذاك الابداع ويزيد هذاك النشوه ويزيد، خاصه كما قلت لما توصل للنقاش وممكن مناظرات سينمائيه في بعض الاحيان بين صناع السينما. هنا اذا كان العمل يرتقي الى مستوى انه يكتب فيه ويقال فيه، سيقال فيه حتما، سيكتب عنه كذلك. تحدثنا عن المشهد، ممكن عن الانتاج والاخراج. شيء مهم جدا انه لما احنا نشوفوا اي مشهد سينمائي لو شفناه بطريقه صامته ما راحش توصلنا ممكن واحد الذروه العاطفيه كما نشوفوه وحنا نستمعوا لموسيقى تصويريه. الموسيقى التصويريه او روح الفيلم كما يطلق عليها في بعض التسميات من الاشياء المهمه جدا في العمل السينمائي. عبد الحق، انت في سن صغير ما شاء الله عليك، لكن في عملك كبير يعني. لما نشوفوا عبد الحق واختياره لهذا الجانب وهذا النسق ممكن الفني، التنسيق والتأليف الموسيقي السينمائي، لماذا السينما يا عبد الحق؟ لماذا السينما؟ كما قلت السينما فيها ذوق موسيقي مش كما الموسيقى الاخرى، كما الموسيقى اللي نشوفوها تاع الاغاني. انا كانت الفكره الاولى بديت تاع الموسيقى تاع الاغاني وكاع، انتجت موسيقى لعديد من الاغاني. من بعد ما تلاقيت برؤوف دخل لي هذيك الليدي تاع السينما وكاع. في رؤوف هو اللي ورطك. هو اللي ورطني. السينما مي دخلت لها قالك بلي حيكونوا مشاكل. مي دخلت شفته عنده شغف كبير بالفيلم الوثائقي اكثر. انا خدمت ديجا دي فيلم وكاع دي كور ميتراج وداو جوائز انترناسيونال، زعما جوائز دوليه. من بعد مي تلاقيت مع رؤوف وكاع بدينا في هذا تاع غليزان من الاعلى، واعطاني الفرصه واتاح لي كما حنا نقولوا المعدات وكاع،
من بدينا بوسائل بسيطة كما المؤثرات الصوتية الموسيقية كما اللي اف اكس حنا نقولوا لهم، وليت نخدمهم نسجلهم نقدر نستعمل كاس، نستعمل اي حاجه كتكون قدامي نستعملها، ايوا نريكورديها، ندير لها ريكورد في بروغرام وندير فيتريها، ندير لها دي فيتر، ندير لها مؤثرات وكاع باش يخرج لي هذاك الصوت اللي فينا نحوس عليه. وكما قلت لك انا ما نطيقش انا مانيش زعما من كومبوزي، ما عنديش انا ما نعرفش ندير شيفري ولا ندير، مانيش قاري السولفيج، ما عندي اذن موسيقيه، عندي ذوق موسيقي. سهل ولكن مليح قاضب مليح. ايا ما انا كنت تجيب لي دارك سولفيج ولا ما نطيقش ندير شيفري لك، بصح كنت تقول لي كومبوزي لي عبسه نكومبوزيها لك باسكو هما المعروفين باللي ميلومان. يعطيك الصحه. وانسبيريت كان عندي، كنت نتاثر بموسيقى تاع المخرج المؤلف الموسيقي الالماني هانز زيمر. كانت عنده تاثير عليا بزاف في الموسيقى تاع فيلم انسبشن وفيلم دارك نايت المعروف تاع باتمان، السلسله هذيك الثلاثيه تاع باتمان. تما قعد عندي هذاك الشغف تاع الموسيقى وحتى اللي جا ورطني عبد الدقه ورؤوف ورطوني. وكان عندي عمل سابق في 414 تما خدمت فيه بوليفان، وخدمت فيه مساعد مدير تصوير وموسيقي، مؤلف موسيقي. وعلى فكره هو كادرير هكذا قريب ينحي الكاميرا الرؤوف، دير مساعد تصوير وبعد قريب ينحي الكاميرا. مازال قال لك باللي ملتقط صوره يعني مصور يعني خلاص ما قعد مازال غير مخرج تزيد تنحي رؤوف تحكم بلاصه رؤوف. لا الاخراج ما نبغيش نورط روحي، نبغي تقني بوكو في التقني نبغي نيكزيكيتي. بصح ما خممتش يوسف، انا نطرح له سؤال معليش يوسف تفضل راك في دارك في ترافلينغ، ما خممتش تكون روحك في الموسيقى اكثر، تدخل تدرس الموسيقى؟ هذه خممت فيها بصح بغيت نقعد فريلانس تما نكومبوزي عفسه تاعي. لا هي انك تكون فريلانس يعني حتى عن بعد تقدر تتكون باش المشاهد يعرف هذا المصطلح المتداول جدا في المجال السمعي البصري بشكل عام. فريلانس هو اللي ما يكونش مرتبط بعقد ممكن محدد او يكون حر، مستقل ولا حر، مستقل او حر في العمل السينمائي والعمل السمعي البصري بشكل عام. انك تكون فريلانس تقدر تكون فريلانس، لكن حاجه مليحه انه تكون عندك نوعا ما دعامه اكاديميه للعمل ديالك راك تقوم به. ياسير تكوين، يعني تكوين اكاديمي هو شيء مام في العلاقات تاعو مع موسيقيين عالميين، هو راه في تواصل معهم، استفاد من تجاربهم. كاين موسيقيين من استراليا، من فرنسا، كيما كاين من كندا. ديجا السيمين اللي فاتت كان عندي عقد مع شركه سونغ تريدر. هذه شركه تاع كنديه حلت سيت دير ستريمينغ وكاع دير النشر، وهما ما عندهمش الكاتيجوري، في لي كاتيجوري ما عندهمش كاتيجوري دو راي، الراي الجزائري. الوغ انا كونتاكتيتهم، بعثت لهم شحال من اغنيه من اغاني الراي شمامي وكاع، كونتاكتيتهم باه زعما يزيدوا هذيك بار ايميل بيزيدوا هذيك الكاتيجوري عندهم تاع الراي. الوغ قبلوها مي شافوا سمعوا بلي مامي مغني مع ستينغ ديجا، ودخلت معاهم كوم امباسادور في الجزائر. ايوا دروك انايا عندي القدره باه نطيق ننشر وندير لي كوبي رايت وحقوق النشر خاصه بي. وهذا بالنسبه لك راهي طريقه يعني كي نشوفوه يعني في سن صغير. عبد الحق شحال 22 و 19 مي 23
قريب ان شاء الله إن شاء الله. راك قريب مقعد إن شاء الله. شهرين برك ماي هو شهر المبدعين. عوي ان شاء الله طول العمر ان شاء الله, إن شاء الله. عبد الحق. اكيد نشوفوا هكذا فيصل طاقات شبانيه اما في الاخراج في الانتاج ولا حتى في توزيع الموسيقى. احنا كنا حابين يكونوا عندنا عديد المهن المرتبطه بالسينما في البلاطو، لكن احنا خدينا عينه وفقط نشوفوا بلي الطاقات الشبابيه الجزائريه طاقات قويه في السينما. طبعا يوسف، والله غير ماشي من دوك، يعني حتى من زمان. شوف اكيد كي تشوف النواة الاولى للسينما الجزائريه اللي ولدت في الجبال، ولدت من رحم الثوره، مع ريني فوتيي، مع احمد راشدي، مع الخضر حمينه، مع صح. جمال الشندرلي وغيرهم من الاسماء الذين قدموا كل شيء من اجل الثوره التحريريه الجزائريه. بعدها كانوا شباب هما، يعني في النهايه كانوا كلهم شباب 20 سنه 21 سنه، مثل الثوار مثل الشهداء. بعدها الجيل اللي جاء بعدهم مرزاق علواش، فاروق بلوفه، سيد علي مازيف وغيرهم من الاسماء، كانوا دي جون يعني شباب. حتى كيطلبوا الفرصه باش ينتجوا افلام لقاو صعوبات، يعني ما تقولوش لقاوها واجده يعني كيما كان حتى ذاك الوقت كاين احتكار، يعني كانت اسماء هي اللي فقط تشتغل في مجال السينما، وكاين اسماء هادو يعني اللي ذكرتهم حتى انهم احتجوا وقتها، احتجوا حتى عند الرئيس الراحل الوالي بومدين. يعني وقتها في جريده المجاهد صدرت في الصفحه الاولى لجريده المجاهد مخرجون شباب في غضب. في الصفحه الاولى لجريده المجاهد شاف الرئيس الراحل الوالي بومدين قال لهم اعطوا لهم الفرصه خلوهم يخدموا، والنتيجه كانت انهم انطلقوا. مرزاق علواش دار ثوره في السينما الجزائريه، سيد علي مازيف، فاروق بلوفه وغيرهم من الاسماء. كان عنده الفضل حتى يدخل السينما من ينقلها من السينما الثوريه للسينما الاجتماعيه. السينما الاجتماعيه فتحوا نفس الشيء، وكل واحد فيهم كان عنده اللمسه ديالو. والله العظيم سيد علي مازيف يحكي لي والله كان يخدم فيلم بكاميرا ويقول لي طوموبيل نتقاسموها، لانهم داروا افلام قصيره 5 مخرجين داروا كل واحد فيهم دار فيلم قصير، كانوا شوفيروا يعني طوموبيل واحده باش يخدموا كل يوم شكون يروح يصور. يعني حتى هما ما لقاوهاش يعني واجده، مع انه سيد علي مازيف يعتبر يعني من اهم المخرجين هذاك الوقت كلهم، وكان ايضا دار يعني نقدر نقولوا تغيير جذري في السينما الجزائريه من خلال سينما المراه، ينتصر لسينما المراه بالضبط يوسف. يعني كان بالنسبه يعني له منعرج في السينما، حتى الان راهم يعانوا ممكن ويسعاوا باش يقدموا افلام، ولكن في النهايه كاين اللي سبقوهم وكانوا سباقين حتى في العالم العربي من حيث المواضيع اللي طرحوها واللي عالجوها. طبعا حتى كانوا متقدمين ذاك الوقت جدا. في بلد كان فتي في السينما. بالفعل كان يعني تقدم في المواضيع، كما قال كان ايمان بالقدرات. يعني ما يقولكش انا هذا الشيء ما نقدرش نديره لانه هذا الشيء هنا ما كانش، هنا ما كانش ولا هنا ما كانش. الايمان بالفكره، الايمان بالابداع، والايمان بواش قادرين انهم يقدموا هذا اللي خلاهم ممكن يقدموا اشياء وابداعات راهي مازالها حاضره حتى اليوم طبعا وعايشه حتى اليوم. حنواصل الحديث في السينما، حنواصل الحديث ممكن في النقاط المختلفه المرتبطه بالفن السابع. كنت ذكرت واحد من الانتاجات ممكن بديت بها عبد الرؤوف، حكيتنا على غليزان من علي، عبد القادر نفس الشيء، عبد الحق نفس الشيء. لما لا المشاهد الكريم نخليوه ولو في دقائق وفقط يعيش معنا هذه المغامرة السينمائية الرائعة اللي بديتوها انتم، واللي ان شاء الله لما لا تعرف قولوا توزيع كبير ونشر كبير وبث على اوسع نطاق بحول الله تعالى. غليزان من علي، وفي توقيع الاخراج عبد الرؤوف بن احمد.
غريزان من علي هاد الرائعة اللي إن شاء الله لما لا نشوفوها معنا في قناة الشبابية ان شاء الله في عرض يكون حصري لنا ان شاء الله ان شاء الله على ان شاء الله في توقيع الاخراج عبد الرؤوف بن احمد. والموسيقى اللي كنا عشنا من خلالها هذه المشاهد واعطت روح لهذه المشاهد كذلك هو المبدع والمنسق والمؤلف الموسيقي السينمائي شاوش عبد الحق، يعطيك الصحة. يعني خديتنا في جولة سماعا، وعبد الرؤوف دانا من خلال النظرة الرائعة لهذه الولاية الرائعة اللي ناسها ناس جود وكرم، وننصح الجميع أنهم يزوروا هذه الولاية، ولاية غريزان اللي لما لا من خلال هذه الإبداعات ومن خلال المهرجان أكيد تعرف وراح تكون فيها انتعاش سياحي كبير وكبير جدا، لانه السينما راح نجيو ونحكيو في هذه النقطه ما عندهاش دور فقط دور ترفيهي ممكن، لكن عندها ادوار اخرى تلعبها في المجتمع. لما نحكيو على هذا العمل غريزان من علي، اول سؤال ممكن كيف جاتك الفكره انه يكون تصويرك من علي؟ هو الفكره كانت شويه قديمه، عندها تقريبا 3 سنوات، لكن ما كنتش نظن باللي راح يجي النهار اللي راح يتوفر فيها كامل الامكانيات والظروف باه نحققوا هذه التجربه. جات من خلال انه كان يوم عالمي للسياحه، المعرض على مستوى دار الثقافه. نشكر بالمناسبه والي السابق لولايه غريزان الوالي الحالي اللي شلف السيد مولاتي عطله، عطى فكره قال عشان ما نخدموش فيلم راني ندور في المعرض مانيش نشوف حاجه تعطي واش نشوف انا غريزان، علاش ما ينتجش فيلم. وهذه بالمناسبه مهمه، يكون مسؤول يعرف قوه السينما في معالجه هذه المواضيع وايصالها للمشاهد. اتصلوا بيا، كنت برك هي القدره اني جبت برك البروجي ده من التيروار. احنا كان في الجمعيه كل مشروع كاين حتى وكان فكره ينكتب وينتحط على جانب حتى تاتيه فرصته. معناته المشروع هذا جاء فرصته انه كان واجد من وفرصه ايضا انه انا عندي لا باسيون تاعي في التاريخ. كنت ديجا في مومون دو كورونا قعدت 3 شهور في كورونا، حاولت راجعت كامل تاريخ غريزان تقريبا 100 السنين من عهد النوميدي حتى الان. وبالمناسبه نشكر الاسيستون رياليزاتور المساعد المخرج اللي هو الباي جلال اللي كان موسوعه في التاريخ تاع غريزان. حاولنا انه هذا التاريخ كيفاش نرسموا خطه لتصوير هذه المعالم كامل ونربطوها في معالجه سينمائيه تكون خلاقه من اجل اولا تثمين المقدرات تاع هذه الولايه الطبيعيه، وايضا في احداث تاريخيه كبيره كما غريزان فيها 3 حواضر تاريخيه في العصر الوسيط اللي هي حاضره البطحاء وحاضره مازونه حاضره القلعه، وحتى غريزان بالجانب الطبيعي تاعها. هي غريزان تقريبا 40% ارض منبسطه كليا، وفيه تقريبا المساحة المتبقية جبال شهدت الثورات من العهد الروماني إلى العصر الوسيط اللي هو عهد الدولة الزيانية صراحة مع الدولة الحفصية والدولة المارينية، وحتى فيما بعد العهد العثماني، وحتى فترة الاستعمار من خلال الأمير عبد القادر اللي كان عنده زمالة عندنا في ضواحي غريزان. ومن خلال أيضا احنا غريزان معروفين بالتركيبة القبلية تاعنا اللي هما قبيلة فليتة أو حلف فليتة اللي تكون 25 عرش، ومع بني وراغ عندنا مغراوة جهة الظهرة جهة الوين شريس. أنك في كل هذه المقدرات والسكان تاعهم عبر التاريخ واش داروا واش عملوا مقدرات طبيعية واقتصادية تعالجها في موضوع كامل موحد في تصوير. احنا تقريبا بالتقنيه اللي استعملناها، اذا كان يعرف هو ارتيس كي استعمل لاجيري فيديوسيال، استعمل الجزائر من علي استعمل الهليكوبتر. احنا استعملنا لو درون. دوك لو درون كيف انا قادر في 4 أيام كما مدينه كما غليزان بالمساحه تاعها نكون فيلميتها كملتها، باسكو راني بهليكوبتر جولات متعدده تكون طويله المده الجوله. بصح بالدرون معناتها راح تتنقل للبلايص وتشوفهم وتطلق الدرون تاعك يصور. والدرون معروف انه يعني البطاريه تاعو ما يحش تشد لك كيما. وهنا في المناسبه نوجهوا الشكر والاشاده. هو تقريبا نفس اللاج مع نفس العمر مع حقه، وكان حقه ديجا كان معنا في الاسيستون دروني دونك ديلم اسامه وشاب من ولايه بلعباس،
مبدع، خاصة انه من بعد كيولي يشاهدوا المشاهدين كما شاهدوا معنا لي موفمون دو درون، انك تخدم حركات من زوايا بالطريقه بالدرون لازم تكون متحكم فيه بشكل كبير، وانه التصوير يكون سينمائي. هذا تحدي كبير وقعنا فيه، وتحدي الزمن. احنا صورنا تقريبا 40 يوم بشكل غير متقطع مستمر، وفي حجم ساعي تقريبا يوميا نصوروا 6 ساعات طالعات جويه. هنا مشكل في المونتاج بعد. مشكل في المونتاج. خدمه كبيره راهي في المونتاج، لانه علاش تختار مشهد مقارنه بين لقطه عن لقطه اخرى، مشهد عن مشهد اخر. يعني هنا عندنا تقريبا راح نظلم هذه اللقطه اذا ما ديتهاش. المشكله تلقى روحك حصل تلقى ندي هذه ما نديش هذه ندير هذه. عندنا تقريبا كل لقطه لازم تكون مبرره، يعني يكون عندها سياقها. عندنا تقريبا بمجموع 100 ساعه تصوير مقسمه على كامل ولايه غليزان، معناتها كامل حدود غليزان حتى الحدود المتداخله مع الولايات يسينا ان نحكمهم. وكاين رابط تاريخي بكل منطقه، هي حدود اداريه لكن كاين رابط تاريخي حصل في التركيبه القبليه، امتداد خارج الولايه. وهذا الشيء انا نقول لك من خلال التجربه، انا ولد غليزان من خلال تاريخها عاودت اكتشفتها من خلال النظره من الاعلى. معناته كي تجي تشوف ولايه كما غليزان بمقومات دوله طبيعيا، عندنا تقدر تكون في منطقه شبه صحراويه، ومن بعد تروح المنطقه فيها مسطحات مائيه، ومن بعد تدخل منطقه غابيه في جبال شاهقه توصل حتى ل 800 متر فوق مستوى البحر، من بعد تروح للمناطق ريفيه زراعه، تشوف كيما تاع ملح وغيرها تشوف بزاف حوايج. هذو المواضيع. وانا نقول لك انا من خلال هذا الفيلم تجربه انا يا ريت تكون تتعمم على مقدرات كل ولايه. معناته هو تثمين، واصلا هذا الفيلم راح يكون في طابعه الترويجي خاصه في السياحه، حتى في الاقتصاد. احنا مصوروا المنطقه الصناعيه الغليزان اللي تعتبر من اكبر المناطق الصناعيه في افريقيا. معناته هذا شيء جميل انه احنا نخدموا الدوله تخدم تصرف دير بزاف حوايج، بصح ما يصراش تثمين لهالحوايج. لانه السينما كما قلنا ما عندهاش دور فقط ترفيهي ممكن، لكنها عندها ادوار اخرى متعدده، من بينها كما قلت انت الترويج لكل ما هو سياحي، والتعريفي كذلك، وتعليمي. لانه ممكن الشام بيزور 38 بلديه بمساحه كبيره، وهذا الانطباع اللي سي عبد الرؤوف شفناه اثناء المهرجان اللي جاوا المخرجين، داو الانطباع انه من خلال خارجتين فقط، وشافوا باللي نحكوا على لي انطباع على الجزائر ككل وعلى ولايه خاصه، لانه جاو باروت على البلاطور، شافوا دخلوا باللي عين الدفلاش كي راحوا مبهورين. والله راحوا مبهورين. اكيد. أنا فرنسيه قالت لي زرت تونس، زرت ايجيبت، مصر، ولكن الجزائر حاجه كما يقولوا. كاين النقطه المهمه اللي لازم نعرفوها، انه الجزائر كما يطلق عليها الجمله الشهيره، الجزائر اكثر من بلد، الجزائر قاره، من ولايه الى ولايه، من مدينه الى مدينه، من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب. يعني يقدر اي انسان يجي كما قلت لما يخرج من ولايه لولايه كانه غير الدوله من خلال المناخ، المناظر الطبيعيه، التركيبه الاجتماعيه، العادات، التقاليد وغيرها كذلك. واللي نرجع لها نقطه مهمه جدا، انه مثل هذه الاعمال السينمائيه اللي تصف في الخانه الوثائقيه ممكن هي اللي تكون بالدرجه الاولى ترويجيه لما هو سياحي، ثقافي، عادات، تقاليد. كذلك شحال واحد فينا يعني من خلال فيلم فقط حب انه يزور دوله، لما نشوفوا على سبيل المثال بالمده اللي كانت عرفت نوعا ما بدايه الازدهار السياحي بالنسبه للامارات وبالتحديد دبي، كان فيلم ميسيون امبوسيبل اللي شارك فيه توم كروز. يعني تم تصويره على مستوى هذه المدينه، اللي بعدها عديد الناس حبت تزور المدينه فقط باش تشوف برج اللي كان تم التصوير فيه المشهد يعني السينمائي. رواندا من خلال صوره. احنا شاركنا بصوره في الصالون الوطني، شارك به المرحوم احمد سعيدي، ودات احسن صوره، جائزه احسن صوره في الصالون الوطني بعنابه 2018 في عنابه، من خلال الصوره لفرسان الفانتازي هذو اللي كانوا داخلين الركب في عنابه روايه جزائريه. من خلالها درنا المهرجان الطبعه الاولى حضور حوالي 7 مخرجين شباب من عنابه، وجاو حضروا من خلال الصوره.
وعبد الرحمن حراث واحد فيهم اللي كان تحصل الجائزه في المهرجان. احنا بما انه رانا فتحنا باب المهرجان والحديث عن المهرجان، لو نرجعوا بالمشاهد الكريم ونتحدثوا عن المهرجان الدولي لسيدي محمد بن عوده للفيلم الوثائقي. هذا المهرجان اللي تعرفوا وتعيشوا ولايه غليزان، سابقا كان مجرد ايام سينمائي، كان ملتقى سينمائي، بعدها الطبعة الأخيرة تحول إلى مهرجان دولي. لو نحكي شوي على المهرجان، نرجعكم إلى المهرجان كعبد الرؤوف كمدير فني ولا سي عبد القادر واضح كمحافظ للمهرجان، كيفاش عشتوا الأجواء التحضيرية للمهرجان قبل انطلاقة المهرجان؟ هي المهرجان لهذه السنة سنة 2022 هو كان مهرجان دولي سيدي محمد بن عوده للفيلم الوثائقي من 23 نوفمبر إلى غاية 26 نوفمبر. هذه الطبعة الثانية كانت تحت تسمية المرحوم طبعة أحمد سعيدي، المرحوم أحمد سعيدي اللي هو مؤسس المهرجان ورئيس جمعية الزيتونة. هنا في الطبعة الأولى كانت تجربة كذلك فريدة من نوعها، اللي هي مسابقة، معناها ما تجيش تعرض أفلام وإنما صناعة أفلام وثائقية قصيرة أثناء تظاهرة الكبرى اللي هي وعدة سيدي محمد بن عوده. وكانت تونس ضيفة شرف، حضرت ب 18 5 فرق أو 6 فرق، وكانت حاصلة أن إنتاج 15 فيلم وثائقي قصير عن الوحدة. كما كنا نهضروا كاين أمور اللي تتجاوزنا اللي ما كناش نعرفوا. قال باغ اكزومبل حنا في الجزائر كل معروف أنه الفيزا لازم تأشيرات باش يكون حضور وبالتالي استفدنا من التجربة الأولى. بعد فترة الكورونا توقفنا، وهذا يدخل في إطار مع وزارة دعم من وزارة البرنامج في إطار وزارة الثقافة والفنون. أما الطبعة الثانية هذه اللي كانت اللي ارتقت إلى مهرجان دولي تكلم على سي عبد الرؤوف، كانت هذه الطبعة فيها مشاركة 14 دولة، وكانت فيه مسابقة الأفلام الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة. وإيطاليا ضيف شرف، وإيطاليا كضيف شرف بشراكة مع المعهد الثقافي الإيطالي بالجزائر. من خلال هذا المهرجان كانت كذلك على الجانب اللي كنا حابين، ما كاش كما كنا حابين يكون فيه معرض ولا يكون فيه سوق انتاج اللي ان شاء الله في الطبعه الثالثه غادي يكون، لانه كما نقول الحاجه اللي تساعدنا انه في ولايه غليزان الانفراستركتور مليحه، انه ان عندنا قصر الرياضه، ما نجمش نقولوا عليه دار ثقافه، قصر الثقافه، قصر الثقافه، قصر اكيد نقولوا عليه قصر ثقافه كنتو بالك حضرته وشفتوا كيفاه معناها. وكذلك الورشات مع حافظنا على نحاولوا طبعا قادما نحافظوا على المسابقه اللي كتندار، وانما يكون انتاج كذلك افلام وتكوين الشباب في هذا المجال ان شاء الله. في عروض بعد نهايه الطبعه، بعد نهايه المهرجان كان فيه عروض سواء مع مديريه الشباب لولايه غليزان اللي عن طريق وزاره الشباب، الشباب اللي شارك في ملتقيات، كاين ملتقيات وطنيه تنظمها وزاره الشباب والرياضه لافلام وثائقيه قصيره، خاصة تقام على مديرية باتنا، أنه هذو اللي كالفين المتأهلين يكونوا حاضرين معنا كاع في خلال هذا المهرجان من خلال التبادل الثقافي وحضور مخرجين سينمائيين عالميين معروفين ومحاضرين، ومن خلال النقاش والاحتكاك بالخارج. حنا هذا الشيء اللي رانا حابينه، ما نبقاوش حنا قاعد نخدموا وما على بالناش العالم وين راه واصل. حنا هذا الشيء اللي حابينه. كذلك فتح مجال للشباب تاعنا حتى يكون فيه ربما عقود، ولما لا. والسي عبد الحق ربما كان نموذج، راه عنده عروض اللي عمل مع زوج مخرجين اللي كانوا حاضرين في مجال الموسيقى وحتى في خارج الجزائر، لانه السي عبد الحق حاضر معنا واحد من الفريق، لانه الفريق راه كبير. حنا يعني هاد الشباب هما اللي كنا شفناهم على سبيل المثال واقفين على المهرجان وعايشين المهرجان كل ما ميزوا. من خلال الجمعيه تم انشاء هيئه اداره المهرجان اللي تكون من حوالي 25 فرد، اغلبيتهم شباب معدل العمر 27 سنه. كان في عنصر الخبره لانه المهرجان ماشي كلهم تقنيين، ولكن فيه جانب اخر كمدير عمليات في الاستقبال، لانه هذو الضياف جاوا. والشيء الجميل ونشكر السلطات المحليه، السيد الوالي الولايه لازم نشكر الناس اللي توقف معنا. لماذا؟ لانه راه جاي الطبعه الثالثه والرابعه معنا. كيف شافوا مهرجان فات اوكين انسيدون، ما كان حتى حاجه اللي ما هي سلبيه، ما كانت في ظروف جيده جدا استقبال الضيوف، حتى اللي وصلناهم حتى اللي راحوا رافقناهم حتى هنا في العاصمه، بقينا معاهم حتى اللي غادروا. وكل هذا من اجل
ترويج البلد الجزائر انه بلد الامن والاستقرار والازدهار، وهذا الشيء اللي عملناه. وايضا هذا راح يكون بالنسبه لولايه غليزان كمكسب ثقافي كذلك وفني من جهه اخرى. على بالنا انه عبد الحق، ما ذكرت عبد الحق انت ايضا كنت من بين الفريق اولا التنسيق في المهرجان، في التنسيق، وثانيا انت اللي قمت بالتنسيق والتاليف الموسيقي. تأليف موسيقى المهرجان التي كانت خاصة بالأفلام الومضة تاع الأفلام الوثائقية القصيرة والأفلام الوثائقية الطويلة والومضة الإشارية تاع المهرجان. وأيضا قمت بأخذ بتصوير وإخراج هذاك المختصر كما حنا نقولوا افتر موفي تاع الشصرة كاع في حنشوفوه بعد لحظات ان شاء الله. قمت ايضا بعمل مونتاج، وكنت مع فاني تاع مع السياسيه الفريق الذي كان تاع التلفزيون مكلف بالعروض ايضا، المركز الوطني للسينما والسينما البصريه. وكانت تجربه شابه بزاف، كما حنا نقولوا التجربه هذه غادي تقعد سوفونير و ميم طون غادي تقعد اون غرون اكسبيريونس ان شاء الله. لما لا اكيد. وانت بالنسبه للمهرجان مع انه سنك صغير لكنك في ابداعك كبير عبد الحق، واكيد اضافتك كانت اضافه كبيره بالنسبه للمهرجان. فيصل، لما نحكيو على انا ما حضرتش المهرجان على بيح نسقسيك معناها ما كناش نقطعهم بعد لانه فيصل اذا حضر مهرجان لا، هذه يعني من الاشياء الواجبه على كل ناقد سينمائي. اذا كان على فكره برك، على فكره كان من اكثر المشجعين لنا على الفكره على الانشاء تاع المهرجان. الجميل في هذا الشباب، وانا شاب يعني مانيش كبير ثاني، يسقسوا يسالون مثلا، يقول لك رؤوف واش رايك في هذه لافيش باغ اكزومبل، لافيش ملصقات الفيلم ملصقات المهرجان، يبعث لي يقول قال لي اسمع شوف هذه لافيش الاولى واش رايك فيها، مليحه مش مليحه؟ قلت له مليحه عجبتني انا لافيش عجبتني، قلت له مليحه. هناك تقدر تعطي لهم ملاحظه تقول له هذه تقدر لو كانت تنحي هذه، يسمعوا لك ويسقسوا يسالون، عكس بعض الاشخاص ولا بعض المهرجانات اللي ربما يشوفوا نفسهم باللي هما كبار واللي باللي هما يعرفوا، ما يسقسيكش ما يسالكش، رغم انه يعرف باللي انت تعرف، باللي انت عندك علاقات، باللي انت تقدر تعاونه، باللي انت هذا هو بحكم يعني الواحد لما يكون صحفي ناقد سينمائي على سبيل المثال يكون حضر عده مهرجانات وعلاقات السينما علاقات، هو يعرف هذا الشيء، يقدر نوعا ما انه يوزن طبعا بحكم التجربه، بحكم الخلفيه، يشاهد افلام مثلا، يرفد تليفون يسالك راك في المهرجان الفلاني واش شفت افلام، اقترح لي فيلم وثائقي، فيلم قصير، فيلم طويل، فيلم روائي طويل، لانه كاين ناس تسافر، كاين ناس ما حبتش دير ميزاجور. المعيار الناجح في اي مهرجان هي الافلام تكون جديده، وهي الافلام تكون نوعيه، طبعا النوعيه تكون جيده. هذا هو الان او غالبيه من نتكلم على كان ولا نتكلم عن فينيس ولا نتكلم عن برلين، يشترط انه العرض الاول عالميا يكون عنده. الان حتى مهرجانات عربيه صارت تمشي، قرطاج ولا القاهره ولا الجونه ولا مؤخرا مهرجان البحر الاحمر، تشترط انها العروض الاولى عالميا تكون عندها، يعني العرض العالمي الاول يكون عنده، يعني ما يكتفيش هو فقط بانه يكون فيلم جديد، لكن العرض الاول يكون عنده طبعا. والناس الان تتابع المبرمجين، يعني كل مهرجان في العالم عنده مبرمجين، وتلقى كل المبرمجين شباب، تلقى مدير فني ممكن كبير. نعطيك مثال مهرجان القاهره، كان المدير الفني يوسف شريف رزق الله ربي يرحمه، توفى من سنتين، ولكن كل طاقم المهرجان كل مبرمجين في المسابقات هم مجموعه من الشباب، كلهم من سني انا، كلهم اصدقائي. هو فقط يشابوتي، هو الراس يعني، وهما يختاروا، هما يقترحوا الافلام، وفي النهايه يقرروا مع بعض عمل تاع جروب، ماشي هو يقرر ولا هو، على العكس دائما يشاورهم وهما يشتغلوا. وهذا اللي يخلي ممكن المهرجان ينجح، عمل جماعي، عمل جماعي. وهذا المسناه يعني في غليزان، انا كنت حضرت مهرجان غليزان الفيلم الوثائقي، المسناه عندهم يعني انه عمل جماعي، كانه شخص واحد يتحدث. شوف العمل الجمعوي لانهم منطلقين من سياق تاع جمعيه، يعني اصلا الجمعيه فيها اعضاء، فيها منخرطين، هذا ليسبري دو جروب، هذا هو اللي نجح، هذا هو اللي نجح المهرجان. وقلت لك يسقسوا
يسال هو شخصيا موجود، المشكل راهو قدامي، يسال وما يسقسينيش غير انا فقط، يسال كل المهنيين في السينما واش رايك نجيب هذا الفيلم، واش رايك في هذا الفيلم، هاك هذا الفيلم شوفوا هكذا الناس هذه، وهذا هو اساس النجاح. على فكره الشيء اللي يقول فيه فيصل مهم جدا، حتى باه نعرج في لو بي في فينال تاع المحضر الاخير تاع لجنه التحكيم، خاصه لجنه التحكيم الافلام الطويله اللي كان يتراسها، نقدموا له التحيه الاستاذ جمال الدين حازورلي شيخنا استاذنا نحيوه من هذا المنصب، نحيوه بالمناسبه. في النهايه في التوصيات انهم احنا في البرمجه، نحيو ثاني مدير برمجه اسماعيل بويش، وعملت انا وياه التنسيق من خلال برمجه الافلام. كانت عندنا 10 افلام طويله من 10 دول، في النيفو تاعهم سببنا صعوبه كبيره للجنه التحكيم في الاختيار، وكان تقريبا نصف الافلام تقريبا اول مره عروض في شمال افريقيا، كان اللي كان عنده اول مره عرض في افريقيا، وهذا هو الشيء اللي شجعهم. حتى في الافلام كون تجي تشوف، احنا باغ اكزومبل نحكوا على الافلام اللي مثلت الجزائر، مثلتها عن طريق وزاره الثقافه، رشحت لنا 10 افلام وثائقيه طويله عن طريق المركز الجزائري لتطوير السينما CADC، وحنا اختارينا بدورنا فيلمين ممثلين الجزائر. ولجنه الانتقاء ثاني نحيوها بالمناسبه، انها كانت عندنا تقريبا 40 فيلم وثائقي طويل، وصلنا اختارينا 10 افلام. وشيء صعيب انك باش تختار من قائمه. بيان سور، وكتحدي معناتو احنا الطبعه الاولى كانت الافلام قصيره، الطبعه الثانيه كافلام طويله، ويتعد ينحسب كاول مهرجان دولي متخصص في الوثائقي، وثاني حاجه كاول مهرجان مستقل يفتح مسابقه دوليه في الافلام الطويله الوثائقيه. وهذا هو الشيء اللي حابين وحنا نقدموه كاضافه للسينما الجزائريه، وحتى انه تفرض احترام السينما الجزائريه من خلال عملك معناتها حتى الاخر. نعطيك انا بالمناسبه لجنه التحكيم الافلام الطويله كانت من خلال الاستاذ ماريو برينتا المخرج، هو معروف مشارك مع المخرج معركه الجزائر في جيلو بونتيكورفو، نحيوه بالمناسبه. كان ثاني مؤسسه منصه السينما التونسيه هي الفرنسيه ماري دي بيستر، وحتى فايق جراده مدير تلفزيون فلسطين، مدير مكتب تلفزيون فلسطين في القاهره. هادو كامل، والاستاذ محمود الجمني وناقد سينمائي، هادو كامل كيجينا نحكوا اول حاجه اللي متفقين عليها اللي ما يختلفوش فيها هو لو نيفو ارتستيك، معناتها القيمه الفنيه للمهرجان من خلال الافلام. وهذا الشيء حنا توجور ينتقدون فيه في الجزائر، وبتحاولوا يكون نقطه ايجابيه في مهرجان مستقل على انجاز اصلا للسينما الجزائريه من طرف شباب، يعني اكثريتهم ما كاش اللي عنده تجربه في الافلام الطويله. هناك معطى خاطئ عند الكثير من المهرجانات، ليس في الجزائر فقط حتى في الخارج، انه يروح يستقطب النجوم، وهذه الخطا اللي وقع فيه مهرجان قرطاج هذه السنه. مهرجان قرطاج هذه السنه كان عباره عن فوضى، يعني فوضى، وكل كما يقولوا كل واحد يحكي بهواه وكل واحد يحكم باحكامه. ذهاب الاداره السابقه هذا العام ماذا حدث؟ القيمه الفنيه للافلام كانت سيئه جدا، على عكس في مقارنه بضيوف المهرجان. في حين يروح يجيب نجوم، ومن بعدها الافلام كلها سيئه وافلام قديمه، عكس ما كان عليه المهرجان في السابق. يتحول مهرجان فولكلوري. كان النجم اوقاعات فارغه. لا، قرطاج قيمه ثابته، انه الجمهور الموجود في مهرجان قرطاج غير موجود في اي مهرجان في العالم. هذا بشهادتي. هذه يعني نقطه ايجابيه. فيلم مليح ماشي مليح قديم من اليابان، من اوغندا، من رواندا، من نيجيريا، القاعه ممتلئه. صانعين جمهور ولكن القيمه الفنيه للافلام نازله. انا في اعتقادي انه النجم في المهرجان هو السيناريست، هو المخرج اولا، السيناريست ثانيا، والممثل ثالثا. انا النجم بالنسبه لي هو المخرج. انا مخرج الفيلم هو النجم، هو من يصنع الفيلم، هو النجم. وهذا هو المعمول به في كل المهرجانات. كاين احنا برك نروحوا نجيبوا نجم تلفزيوني وكذا هو النجم، لا انا في مهرجان تاع السينما لازم نفرقوا وراي السينما وشنو هو التلفزيون. ما نروحش نجيب نجم تلفزيوني ونقول انا جبت نجوم تاع السينما، لا نفرق. هو ما مثلا انا ما شفت حتى واحد تاع التلفزيون، وهذا شيء يحسب لهم. انا يضربني الجن، سمحوا لي على المصطلح هذا، كي نشوف نجوم دراما تلفزيونيه ومانيش ضدهم في مهرجان سينمائي، في حين نجوم السينما ما كاشهم، ويقول لك هاني جبت مهرجان نجوم تاع السينما. وخاصه في ظل لما يكون هذا الممثل اللي اسمه مرتبط بالدراما على سبيل المثال في حياته ولا دار فيلم سينمائي، هذا ولو فيلم قصير
يا سيدي نجوزوها على اساس هو الفيلم هو القصير برك على سبيل التذكير، هو هذه النصيحه الاولى اللي ديتها من فيصل قبل في التحضير المهرجان، وحتى من المدير العام للمركز المركز السينما والسمع البصري الاستاذ صديقنا مراد شويح. مراد شويح هو المسؤول الجزائري اللي يشرف على مؤسسه سينمائيه وعنده ثقافه سينمائيه. يقول لي انا واش يعجبني في المهرجانات، انه المهرجانات ما يتحولوش المهرجانات فولكلوريه. وكان هو وهذا واش لازم يكون. بيان سور. وهذا واش لازم يكون. وكان نوجه المناسبه المركز الوطني للسينما والسمع البصري كان شريك حصري. تخيل انه لاول مره في غليزان عروض سينمائيه بتقنيه سينمائيه. مراد فاتح الباب دائما. مراد شويح يعني حتى المجموعه اللي عنده، حتى المجموعه انا قلت باللي السياسيه تبقى دائما القيمه المضافه للسينما الجزائريه. بالفعل هو كان بالنسبه لكم دعامه، بالنسبه لكم كان ممكن مرشد في الجانب اللي هو ممكن متمكن منه بشكل كبير. وش رايكم والمشاهد الكريم نعيشوها المهرجان، خاصه بالنسبه للناس اللي ما زارتش المهرجان؟ فيصل على سبيل المثال للاسف كنت في مهرجان القاهره. انت شفت تصاور، شفت الفيديوهات، شفت اللايف؟ كنت نتبع والله كنت نتبع، لكن الان حكيت معنا بعض اللقطات من هذا المهرجان هي بتوقيع عبد الحق شاوش. هكذا عبد الحق معك راح نشوفوها. يلا تابعوا ويانا. هذا المهرجان الذي أخذ تسمية المهرجان الدولي لسيدي محمد بن عودة للفيلم الوثائقي اللي عاشته وعرفته مدينة وولاية غليزان بالتحديد. ولاية غليزان اللي عرفت هذا العرس السينمائي. حكينا ممكن عن الأفلام الوثائقية، لما نقولوا فيلم وثائقي نقولوا فيلم وثائقي طويل، هناك أيضا أفلام وثائقية قصيرة، وهذا الشيء يميز أيضا المهرجان. عبد الرؤوف، كانت المهرجان حنا حاولنا فيلم قصير توجور يبقى هو بداية المخرجين، وراه بدا يستقل هو في حد ذاته، بقى عنده قيمته الثابته. كاين مخرجين انه عندهم افلام طويله وتخرج الافلام القصيره، معناتها عنده قيمته الفنيه. هذه المره استقطبنا 9 افلام من 6 دول،
كانت فيها مشاركه متنوعه. واللي حاب نقول لكم عليها، نحب نقولها انه المهرجان هذه المره كان عنده عنوان انه السينما، دور السينما في التنميه المستدامه في ثلاث تأثيرات او ثلاث ابعاد تاعها: الشق الاجتماعي والشق البيئي والشق الاقتصادي. وهذا شيء يعتبر ثاني من المهرجانات التي تربط اسمها بالتنميه المستدامه، اهداف التنميه المستدامه للجزائر منخرطه في المساعي الامم المتحده من اجل تجسيد 19 هدف الهدف الامم المتحده في اطار التنميه المستدامه اللي هو ريو دي جانيرو، المؤتمر الدولي الذي حدث بالبرازيل. من خلال ثاني الافلام نذكر لجنه التحكيم اللي كان يترأسها محمد والي، المخرج الشاب اللي يهتم بالوثائقي وقدم إضافة كبيرة وسوق للجزائر من خلال أفلامه الوثائقية المنتجة، ومد صورة هائلة على الجزائر. وأيضا كانت معه نسميها المناضلة السينمائية اللي هي الأستاذة ظريفة مزنر، اللي كانت عندها منصة تحيا السينما، منصة اللي نتمنى إن شاء الله اللي راح تقدم إضافة كبيرة للسينما الجزائرية، وكانت بعضوية تونسي رائد السينما الجنوب كما يسمى في تونس، وليد الدبوني، وأحد مؤسسي مسابقة 60 ساعة. هذه المسابقة التكوينية اللي كانت في الطبعة الأولى من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية التي تروج للسياحة أو تناقش واقع المنطقة. معناته يجوا الناس يخدموا الافلام تاعهم، من بعد احنا القيمه المضافه من بعد المهرجان انه يدوا الافلام تاعهم يروحوا يسوقوها في بلدانهم او من خلال مشاركتهم في المهرجانات الدوليه. هذا هو الشيء احنا القيمه المضافه. القيمه المضافه الاخرى انه كان عندنا عروض شرفيه خارج المهرجان، كانت فيه ايطاليا، كان عندنا 24 عرض، 10 افلام طويله، مسابقه رسميه، وعندنا فيلمين خارج المسابقه، وكان فيلم افتتاحي لماريو برينتا الجزر، وفي الفيلم فيلم محرقة الدهرة خارج العروض. معناته احنا هذه الافلام كنا قادرين نزيدوا في العدد، لكن كما يعرف فيصل انه لما تكون عندك عدد القاعات المحدود، انه استرجعنا قاعات وكتحدث مقيد بالبرمجه، مقيد بالبرمجه حسب القاعات وحسب انه البرنامج ما يكونش مكثف بحيث انك تعي. وفي بعض الأحيان أيضا يعني من يسهرون على المهرجانات يقول لك أنا أختار النوعية وليس الكمية كذلك، أنه يفضل أنه يكون كاين 10 أفلام جيدة خير من 60 خير من 60 كما قلت ولا ما كاش أفلام وكاين نجوم. هل العروض كانت بتقنية دي سي بي؟ لا ما كانش بدي سي بي، نقول لك ما كانش دي سي بي في غليزة. ما كانش دي سي بي في غليزة. راح نتكيفوا. درنا هدف مع استاذ مراد شويح المدير العام للمركز الوطني للسينما والسمع البصري، ان شاء الله في الطبعات الاخرى احنا راح تربطنا عقد شراكه دائما مع المهرجان ان شاء الله، في اطار انه انا من هذا المنبر نوجه رساله للوالي غليزان. العديد من ولاة الجزائر أثثوا قاعات السينما الموجودة على مستوى ولايتهم بجهاز دي سي بي. أتوجه إليه بهذا النداء من أجل تجهيز أي قاعة، قاعة سينمائية تابعة للولاية في ولاية غليزان أنه يجهزها بجهاز دي سي بي. ممكن أن نبسطه يعني المشاهد الكريم بالنسبة للجهاز دي سي بي. هو الجهاز هو آخر جهاز لعرض الفيلم بجودة عالية، يعني بطريقة رقمية، يعني الصوت تسمع الصوت مش مثل تشوفه يعني بالتقنية القديمة، تشوف الصورة يعني الصورة مبهرة. هو آخر تقنية للعرض السينمائي حاليا هو الجهاز دي سي بي. هو بالمناسبة اسمح لي لك أن ندير إضافة. هو المناسبة نحيي مدير البرمجة اسماعيل بويش انه في البرنامج كامل ولا فيلم ألغية ولا فيلم حدث فيه خطأ تقني الحمد لله معناتها. وحنا نوجهوا ثاني مناسبة الشكر تاعنا للسينسيه باسكو علاه جاو قبل اسبوع رافقوكم يعني جاو قبل اسبوع درنا كامل لي بيزوان تاعنا ونسقنا عام قبل معناتها كيفاش راح تكون والقاعه كيفاش. وهنا راح نرجعوا للاستاذ المحافظ يحكي لنا على قبل ما نجو فقط نذكر فقط تقول سنه تحضير من اجل فقط مشاهدينا 3 ايام من هذا المهرجان، بالتالي هو عمل كبير وعمل جبار قمتوا به عبد الرؤوف. لما نحكيو على المهرجان، اكيد المهرجان اثناء المهرجان عرفت السينما انتعاشة في غليزان، بعد المهرجان الجمهور الغليزاني عرف مكسب جديد. اكيد احنا المكسب الكبير انه قاعه الراكس اللي هي حاليا الدنيا زاد تابعه لبلديه غليزان انها كانت مغلقه لسنوات ولم يصرف فيها حتى عرض سينمائي محترف لمده اكثر من 30 سنه ربما. وبالتالي في خلال كانت فرصه ان رفعنا التحدي كجمعيه زيتونه واداره مهرجان مع بلديه غليزان مع مصالح البلديه
وقمنا باعاده تهيئتها وترميمها اصبحت قاعه قابله لاستقبال الجمهور. العروض ونالت اعجاب المشاركين. هذه القاعه اسست سنه 1934 1934 هي مكسب، وان شاء الله كانت لنا زياره عندنا واحد 10 ايام ولا مع مالك خاص لقاعه اخرى اللي هي وسط المدينه، هي قاعه كازينو تاسست سنه 1911. مليح الجمعيه هي اللي تنظم المهرجان وهي اللي تبقى تسير القاعه ديال سيني كلوب مثلا، نادي سينمائي تولي عروض مره في الاسبوع. هذا هو المشروع تاعنا، تجيب المهتمين بالسينما وتصرى نقاش. يا سيدي نجيبوا لكم الافلام ونجيبوا لكم صناع السينما. ممكن لقاءات سينمائيه دوريه اسبوعيه تستضيف مخرجين عروض افلامهم والنقاش. وخاصه انه اليوم لو تسمح لي عبد الرؤوف راه نشوف باللي بزاف او العديد من الشباب راحوا نوعا ما نحو الفيلم القصير لانه اقل تكلفه اقل جهد ووقت. كذلك ممكن انه هاد الجزائريين الشباب اللي اليوم راهم ينتجوا في افلام قصيره في بعض الاحيان نشوفوها على منصه اليوتيوب على سبيل المثال، لما لا نشوفوها في قاعه عرض. حتى هو كمخرج شاب حتى ويكون هاوي لما يشوف الفيلم تاعو في على الشاشه الكبيره راح تكون بالنسبه له دعم نفسي ودعم معنوي. كذلك بالمناسبه كانت عندنا كنا نديروا ملتقى محلي للفيلم القصير للشباب، درنا 4 طبعات ان شاء الله بربي السنه نعاودوا نرجعوا الطبعه الخامسه. هذه من خلال لحقنا انتاج افلام قصيره على المستوى البلدي ونديروا لاتون على البلديه، نروحوا نديروا عروض حتى في الدوائر البلديه المعزوله. لحقنا حوالي طبعا الاخيره 16 فيلم منتج ولايه غليظ، وهذا هو الصح يعني. هذا واش لازم يكون، هذا واش لازم. اكيد. ممكن بديناها بالاخراج نختموها بالنقد السينمائي. النقد يوسف. فيصل، بالنسبه لك انت كصحفي ناقد في مجال السينما تحضر عده مهرجانات، اكيد انه الشيء اللي بزاف من الناس اللي تنظم المهرجانات ولا لما تشوف النقاد رايحه تاخذها بالجانب السلبي، رايحه تقول راهو جا اللي راح يكتب عليا. يقول لك الصديق اللدود، كاين العدو اللدود وكاين الصديق اللدود. الناقد هو الصديق اللدود. انت يعني لو لم تكن ناقدا صحفيا ناقدا سينمائيا عفوا، كيف ترى النقد السينمائي؟ خرج لي من فيصل الناقد، لا هو النقد في النهايه هو تصويب يعني. علاش ما ناخذوش النقد من الجانب الايجابي؟ علاش ناخذوه دائما من هذاك الجانب السلبي؟ علاش المنتج ولا المخرج ولا الممثل يحوس يقترب من الناقد باش يديروا صاحبه لكي يتقي شره؟ علاش ما يديروش كصاحبه فقط مثلا يكلموا؟ انا مثلا يكلموني اصدقاء مخرجين ولا ممثلين ولا يكلمني في التليفون، واش رايك كيفاش لعبت؟ واش رايك الفيلم هذاك؟ واش رايك في السيناريو؟ حتى اللي كاين يبعثوا لي السيناريوهات واش رايك فيه؟ كاين اللي يبعث لك الفيلم وهو في نسخه عمل يقول لك شوفوا واش رايك فيه، اسكين امور نزيدوها، اسكين امور ما نزيدوهاش. علاش لازم ناخذوها من هذا الجانب يعني، من هذا الجانب الايجابي. وفيصل شيباني لو كان ما كانش ناقد يكون صحفي فقط. هذا احنا صحفيين يوسف الليل. وحتى كصحفي يعني ما شاء الله عليك. واكيد راح تكتب في السينما. لا ويبقى النقد، يبقى كما قلت لك النقد في النهايه هو تصويب يعني. اكيد. تخيل مثلا تقدم فيلم ما يكتب عليه حتى واحد، ما يحكي عليه حتى واحد، كأنه لا حدث. لو حتى نقاد في النهايه، ولكن هناك معطى انا نشوفه بلي خاطئ. هناك نقاد، هذا هو المشكل. هناك نقاد لما يكتب على فيلم يكتب عليه بلي هذاك الفيلم ما عجبوش، ويذكر يعني طبعا يذكر النقد علاش عجبوه وعلاش ما عجبوش. ومن بعد الجمهور ماذا يقول لك؟ مادام كتب عليه هذا الناقد الفلاني انا الفيلم هذا ما نروحش نشوفه. لا يقدر هو ما عجبش الناقد لانه من منظوره هو ومن خلال النقاط التي اتكأ عليها. وفي بعض الاحيان نلقاو النقاد بيناتهم ماشي متفاهمين على الفيلم. اذواق. لا حتى انا مثلا نروح نشوف عندي اصدقائي نقاد كبار، هاني قاعد مثلا في مهرجان، يكون في مهرجان عربي وحتى في الخارج، قاعد جنبي الناقد اللبناني الكبير ابراهيم العريس وجنبه الناقد اللبناني الكبير محمد رضا. محمد رضا يقول لي الفيلم هذا فيصل مليح عجبني، ابراهيم العريس يقول لي هذا فيلم سخيف. هيا ذوك فاهمني ذوك. انت واش دير؟ يقولوا لي وتقولوا ما لا نصدص انا راني في الوسط. يعني في النهايه اذواق، كل واحد كيفاش يشوف، كل واحد منظوره. الفيلم اللي ما يخلقش نقاش مش فيلم بالضبط. هناك فيلم مستفز. التجربه اللي مليحه النقاد كيكونوا في لجنه التحكيم، مكسب والله مكسب، يعطي مصداقيه للجوائز. صحيح. وهذا
يبقى دائما يصب خدمة ولا في إطار الخدمة اللي يقدموها للسينما، لأنه كما قلت الفيلم اللي ما يصنعش الجدل أكيد راح يكون فيلم لا حدث ما راحش يعيش. نظرتي ما يخلقش جدل موش فيلم. وزيد حتى النقد، احنا النقد المشكل موش في الناقد، المشكل في اللي يتعاملوا مع الناقد، يتعاملوا معاه من الكوتي السلبي، يعني من الجانب السلبي ومن الجانب الذاتيه، معناته يشوف فيه امر شخصي. وهي بالعكس انا حتى احنا في العمل تاعنا عندنا النقاد اكثر من اللي يقول لي مليح. وانا بطبعنا احنا اصلا نكره اللي يشجعني اكثر بالطريقه الايجابيه، انه نحس باللي كاين مجامله. صح. بصح تملق. تملق حتى وتكون في هذه الاضافات مليح. احنا اصلا تطورنا هو المهم، ماهوش هو العمل. المخرج او الكاتب عندما ينتهي من عمله يسقط خلاص، ما يوليش دوك العمل كمل، مانيش راح نعاودوا، نستفاد منه في المستقبل. وهذا هو عمل اخر ان شاء الله يرتقي الى مستوى افضل. بعد نهايه المهرجان اكيد احتفلنا، درنا حفل احتفال بنجاح المهرجان، وبعدين قمنا باجتماع تقييمي. يعني لازم يكون لازم اجتماع تقييمي، ها واش غلطنا في دي، واش لنا خاصة بالنسبة للمهرجان، لأنه يعني طبعة أولى كمهرجان، بالتالي لازم يكون تقييم باش نعرف الطبعة اللي راح تكون إن شاء الله. بدينا نستقبلوا في التوصيات الثاني، أو المهرجانات التي تحترم نفسها. عندما ينتهي المهرجان مباشرة ينطلق العمل للدورة القادمة من المهرجان. أكيد. هذه المهرجانات تحترم نفسها. هو حاليا هو عمل لا يتوقف. بالضبط. هو حاليا احنا هنا في العام الجديد، دونك احنا مباشرة بعد ايام راح ننطلقوا في التسجيلات الطبعة الثالثة ان شاء الله. وكذلك ايداع الملف هذه الايام، ايداع الملف على مستوى الوزارة للاعتماد الرسمي للمهرجان. اكيد من خلال هذه المهرجانات سنجعل الجزائر قبلة سياحية بالدرجة الأولى، قبلة ثقافية بالدرجة الثانية، لما لا تكون قبلة لعشاق السينما وصناع السينما كذلك، وعشاق السينما وصناع السينما اللي حضروا معنا في هذا المساء. وانتم راكم تتابعونا. وصلنا الى ختام عددنا بعيون الشباب، على بالنا بلي كاين اشياء كثيره حابين نطرقوا لها ان شاء الله. مواعيد اخرى راح تكون سانحه باش نفتحوا ملفات اخرى ونقاط اخرى ممكن نفصلوا فيها اكثر فاكثر. عبد الحق، شكرا لك كنت حاضر معنا من خلال البرنامج. بليزير بور موا، وشكرا على هذه الفرصه التي كما يقول لك التي خلتني زعما نقدم نفسي. ان شاء الله ما تكونش هذه الدعوه الاخيره، وان شاء الله لا ان شاء الله تكون دعوات اخرى بحول الله. زيدوا عرضوها نجيب راح تكون في ترافلينغ ان شاء الله. فراتيك نجيب فراتيك ان شاء الله. ان شاء الله. عبد الرؤوف، شكرا لك كنت حاضر معنا. هي شكرا. اولا نشكر التلفزيون الجزائري وقناه السادسه، رافقونا في كامل ما قبل المهرجان ومن بعد المهرجان، وكانت له قيمه مضافه معناتها غطى كامل هذا دورنا الفعاليات يعني. ولا نشكروا بس هذا ما تلقاش في حوايج واحد اخرين، معناتها هذا ترويج اصلا للسينما دائما مرافق. اكيد. لا بارابول القنوات الاخرين كي نقول التلفزيون هو قيمه مضافه كقناه رسميه، هذا الشيء نتمنوه. وايضا نوجه شكري لكامل اللي ساهموا في المهرجان. معناته المهرجان كان طريق طويل وساندونا فيه ناس نشكرهم كل حسب اسمه ومقامه مع حفظ المقامات. شكرا لكم كلكم مساهمين، حتى فيصل ناقد وفي ساهم قبل العمل. الناقد لو كنت تستعمله قبل المهرجان هو شيء جميل معناتها يكون طبعا ان شاء الله. سي عبد القادر، شكرا لك حاضر معنا. شكرا. اضافه الى ما قالوا سي عبد الرؤوف، نشكر القناه الشبابيه السادسه اللي كانت مرافقتنا، ونقدم لكم كذلك نشكرك انت سي يوسف وكذلك سي محسن. شكرا لك سي عبد القادر على حضورك معنا من خلال المهرجان. ان شاء الله ديما يعيش وديما رايحين نعاودوا ونشوفوا طبعات اخرى بحول الله تعالى، باضافات دائما في طريق الايجابيه السينمائيه. نحن نحتاج ذلك، نحن نحتاج الى بحول الله تعالى. الختام ديما بك نحقرك هاك تعرف. توليد الدار مسك الختام. مسك الختام. اكيد ممكن في شيء صغير هكذا. فيصل، وش تقدر تقول لعشاق السينما من يعشقونها كتابة، ممكن إنتاجا، إخراجا، تمثيلا، نقدا، لما لا؟ في الكاميرا يوسف، في الكاميرا أكيد. أقول بأن الجزائر ماشي إهداء، الجزائر تحتاج إلى مهرجان سينمائي دولي كبير يليق بمقام هذا البلد. نملك الإمكانيات المادية، نملك جمال هذا البلد اللي هو بحجم قارة. الجزائر العاصمة، أتكلم عن الجزائر، الجزائر العاصمة محتاجة إلى مهرجان سينمائي دولي كبير يقارع، ليس يقارع فقط، أقول بأنه سيغطي على كل المهرجانات السينمائية الموجودة في العالم العربي وحتى في العالم.
بحول الله لا نكون هذا املي، هذا املي ان شاء الله. وانا لاني اعلم بأن رئيس الجمهورية ألح وأصر وتحدث كثيرا عن بعث القطاع السينمائي في الجزائر من خلال الصناعة السينمائية ومن خلال المهرجانات، لأنها دعامة حقيقية ومنطلق كبير للصناعة السينمائية. بالفعل فيصل، وإن شاء الله راح المشاهد الكريم يتعرف على كل ما يتعلق بخبايا السينما من خلال برنامج ترافلينج. سيعود قريبا البرنامج ان شاء الله بانتاج لمديريه انتاج البرامج التلفزيوني الجزائري. كون وصلت معكم الى ختام عددنا لهذا المساء. تقبلوا تحياتي تحيات كل من خدمكم من خلال البرنامج. الفرقه التقنيه لاستوديو الكاليتوس الثابته اكيد، على راسها الاخراج احنا عندنا مخرجه سميره ايدي. تحياتي مسك الختام، السلام، دمتم في رعايه الله وحفظه.